فرحة والله وما بعدها فرحة. أول فريق عربي إفريقي يمر إلى نصف نهائي بطولة العالم في كرة القدم، هذا إنجاز تاريخي فعلا. من الألف صاعدا سيضرب للمغرب 1000 حساب قبل اللعب ضده من الفرق الكبرى. أنا أشفق على كريستيانو رونالدو الذي بكى وبكى بحرقة، كما أشفق على بعض اللاعبين البلجيكيين. إن فريقنا أبكى عمالقة الكرة الأوروبية بعد إقصاء الإسبان. ها هو الدور على البرتغال، شبه الجزيرة الإيبيرية وجارتها البرتغال في خبر كان بالنسبة للمونديال. هنيئا لنا ولكم إخواني. أنا اللي بقى فيا هو العزاء، كل العزاء لتبون واش نقريحة والحاقدين على هذا الوطن العزيز، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله الأمطار خير كذلك إن شاء الله. ربع النهائي يعني نتفائلوا إن شاء الله، وأنا أتمنى ضد الأنجليز وليس ضد فرنسا، رغم أن فرنسا بالنسبة لنا خاصة بعض اللاعبين أصدقاء للاعبين مغاربة. والمهم ما بقى تعقدنا حتى شي منتخب الآن. الكرة راه كل شيء بحال بحال، تقنيات عندنا. أناحي تبارك الله كان مايسترو، حكيم زياش ما نهضروش، الناصري كصاروخ عابر للقارات صعد في السماء ليبطل نجم البرتغال، وقال لكريستيانو رونالدو أنني في الصراعات الهوائية أحسن منك وأكبر منك ولله الحمد. كل لاعبين بدون أن نتكلم على الجدار الكبير بونو الذي أنقذ مرماه من 3 أهداف محققة. و يعني حقيقة لا حكيمي لا بوفال لا كل لاعبين كانوا في المستوى، إلا هذاك شديرة مع الأسف ثقيل لا علاقة له. لا أظن ولا أدري لماذا يدخل تيضيع، ما عندوش يعني مستوى ديال كأس العالم. نتمنى له إن شاء الله يكون في مستوى من هنا للمستقبل. وشكرا لكم، وهنيئا لكل المغاربة وكل العرب وكل المسلمين وكل أمازيغ، من كل مغاربة من طنجة إلى قويرة وكل المسلمين. وأعدكم أن أكثر من مليار إنسان فوق الكرة الأرضية اليوم فرحين، حتى أعداؤنا السياسيين كإيران. والمهم أن جميع المسلمين راهم فرحانين، فيما عدا شردمة قليلة وسط الجزائر هي الوحيدة التي تتمنى لنا أن نخرج من دور أول، وحتى أن لا نتأهل لكأس العالم. السلام عليكم إخواني.